مساء الفل عليكم، اخباركم ايه؟ هتكلم النهارده على اللعيبه الراحلين في يناير القادم او في الماركاتو الصيفي القادم. والله يا جماعه الناس ما تزعلش على علي معلول لو هيرحل، هو مش احسن من محمد ابو تريكه. طبعا محمد ابو تريكه قبل الاعتزال راح لبنياس اعاره لمده 6 شهور بس عشان يأمن مستقبله. علي معلول جاي له عرض ضخم من الاتحاد القطري، يعني ممكن تأمين مستقبل، وهيجي يمسك منصب إداري في النادي الأهلي. الناس ما تزعلش على علي معلول خالص. أي نعم هو كان عايز يجدد عقده موسمين أو 3، لكن الأهلي رفض الموسم واحد وبعدين نشوف هل مستواه كويس ولا لأ. كل أوروبا بتعمل كده تقريبا. على سبيل المثال ريال مدريد كل لاعب يعدي سن ال30 بيجدد موسم واحد، وهنشوف هل مستواه ينفع بعد كده ولا لا. وعلى سبيل المثال سيرجيو راموس لما عمل مشكلة في ريال مدريد وقال انا عايز اجدد سنتين، وطبعا ريال مدريد رفضت، قال سنة واحدة، راح على طول لباريس. ودلوقتي مودريتش كل سنة بيجدد موسم واحد، وتوني كروس، كريم بنزيما على سبيل المثال. الأندية الأوروبية بتعمل كده، يعني الناس ما تزعلش على علي معلول خالص. كده كده هيروح يأمن مستقبله في قطر وبعدين هيرجع يمسك منصب إداري زي غيره عادي جدا. اليو ديانج جاي له عرض ضخم أيضا من الدحيل القطري، وهنشوف هل الأهلي هيستغنى عنه في يناير ولا في الماركاتو الصيفي القادم. كل ده هيكون بعد كأس العالم للأندية. موديست أيضا هنشوف تحت التقييم في كأس العالم للأندية هل هيكون موجود ولا لا، عشان محمد كونيتيه برضو على رادار النادي الأهلي قبل كأس الأمم الأفريقية، عشان لو اتألق في كأس الأمم الأفريقية مستحيل يجي الأهلي. ده اللي عندي دلوقتي، أشوفكم في فيديو جديد. سلام.